مراهقة الرجل في سن الأربعين هي خرافة اجتماعية ولا هي حقيقة علمية؟ خلونا أول شيء نسأل شيف هيثم. كيفك شيف؟ أهلا يا دكتورة. شو رأيك بهذا الحكي؟ كتير بنسمعه. والله بتصير مزبوط. يعني أنت ميال لأنه تكون حقيقة علمية أكثر من خرافة اجتماعية. ايه مزبوط بتصير. طيب نحن بالحلقة حنجاوب على هذا الموضوع. بس خليني أشوف شو مكونات أكلتنا اليوم. اليوم حنعمل الفريكة مع الدجاج، حنعمل قدامها سلطة الخيار باللبن. اوكي. مكوناتنا لليوم في عندي سيقان دجاج من مزارع فطيح. طبعا الفريكة اكيد، بازيلا، بصل، بهارات مشكلة، ورق غار، قرفة، هيل، كبش قرنفل، ملح وفلفل، وعندي للزينة المكسرات اللي هي صنوبر واللوز، واكيد ما بننسى المي مشان سلق الدجاج. كثير حلو. وبالنسبة لسلطة الخيار عندي خيار، لبن، ثوم ونعناع يابس وشوية ملح. طيب كثير حلو. حنبدا من وين؟ حنبدا اول شيء بدي اقلي البصل بالزيت، بعدين بضيف لهم الدجاج وبحطهم مشان ينضغطوا. بقلي البصل اول شيء، بعمل لهم شوية سوتيه مع زيت الزيتون. هلا هيك البصلة اخذت لون هيك اشقر خفيف، بضيف الدجاج. يمكن شيف اذا فينا نقول افخاذ الدجاج بتكون ألذ مع هيك اكلات من الصدر. ايه لانه الصدر يمكن بيكون ناشف. الصدر بيطلع ناشف شوي صحيح. هي بتتسبك، وبالذات نحن عاملينها يعني بزيت زيتون وحركات للفريكة. هي بتتسبك تسبيك، بفوت الدجاج مع الفريكة بتطلع مع بعض. هلا كمان بعمل سوتيه على السريع لفخاد الدجاج، بعدين بضيف لهم البهارات والمي وبحطهم مشان ينضغطوا. الفريكة حنضيفها بالمرحلة الثانية؟ بالمرحلة الثانية. طب مو عادة القمح بده كثير وقت ليستوي؟ لا هو اقل مثل وقت الرز تقريبا. باخذ بحدود ال 20 دقيقة، من 20 ل 25 دقيقة. بحطها 5 دقائق على نار حامية شوي تخف ميتها، بعدين بتركها على النايس وبتركها. طيب اذا فينا نقول الفريكة مثل عيارات مي الرز او لا؟ هلا مثله مو مثل الرز، انه نفس الكمية، يعني بحط الفريكة مثل المي، بس الفرق انه ما بتنتقع، يعني ما بدنا نقع. الرز بننقع ونحن قبل الوقت. هي بس بنغسلها وبننظفها اذا فيها شيء وبتكون جاهزة. هي صار نعملها سوتيه شوي. حضيف البهارات والملح والفلفل، وححط المي. ما بكتر كثير، بس شيء انه يغمر الدجاج. وبحطها تنضغط مثل ما قلت تقريبا بحدود ال 20 دقيقة او على حسب حجم الدجاج. اوكي. طيب بهذا الوقت لوقت ما يستوي الدجاج شيف، نحن كنا حكينا عن موضوع سن ال40 عند الرجل اللي هو كمان يوازي سن ما بعد ال45 عند المرأة، او هو بداية تغير هرموني وانفعالي ونفسي عند الجنسين اذا فينا نقول. بالنسبة بيقولوا في سوريا جهلة ال40 وفي ببعض المراجع العلمية النفسية انه هي مرحلة المراهقة الثانية، ونحن اليوم عم نحكي عنها بصفة علمية نفسية. الحقيقة علميا ما لقوا في اي تغييرات بالجسم اكثر من انه توقف
نمو الخلايا اللي بمنطقة الناصية بيقولوا لها أو الجبهة الدماغية. الوجه. كانوا من 10 سنين كل الأبحاث بتقول إنه بعمر ال20 بيوقف الدماغ عن النمو، لكن الأبحاث الجديدة بتقول حتى هو بيوقف عن النمو، ولكن بس هالمنطقة هيدي هي المنطقة المسؤولة عن الانفعالات والمسؤولة عن العلاقات الاجتماعية أو الذكاء الاجتماعي. أوكي، هي المنطقة المسؤولة عنها، فهيدي بتوقف بعمر ال40. هلا شو نتائجها؟ نتائجها إنه الواحد بيصير أكثر استقلال، اكثر استقلال بقراراته. بقراراته. اوكي. شوي بيبعد عن اي شيء ممكن ياثر عليه من البيئه، يعني ممكن نحن بفتره الشباب ياثروا علينا رفقاتنا، ياثروا علينا اهالينا، ياثروا علينا اي شيء بالبيئه المحيطه. بهذا العمر الانسان بيصير اكثر استقلاليه بقراراته. هو عمر الحكمه حتى بالمراجع الفلسفيه القديمه هو عمر الحكمه، عمر ال40 سنة. يعني أخذ الواحد خبرته خلص من الحياة، خبرته وصار شغله مستقر. ولكن شو اللي بيصير بالنتيجة؟ بالنتيجة بيصير شوي هو بيبعد عن الحياة الاجتماعية اللي كانت أساساً هي عم تنمو كخبرة بالمنطقة الدماغية الأمامية لأنها. وهو هذا التفسير العلمي الوحيد اللي لقوه، لسبب أنه هو بيصير في عنده تغيير جذري بتصرفاته ما بين قبل ال40 وما بعد ال45. طبعا هي عادة من 3 ل5 سنين بيصير في عنده الأكيد بيصير كتير هايبر بكل شيء بحياته، حتى بانفعالاته، بعصبيته، بطريقة تعاطيه مع الأمور. كل هذه الأمور ممكن أنها تأثر عليه. هلا إذا بدنا نرجع لأي تغيير هرموني، فكل الأبحاث ما لقت إنه في عنده أي تغيير هرموني ممكن يصير للرجل بهذا العمر، وهي بس مجرد انعكاسات نفسية نتيجة الفترة الحياتية. عفوا دكتورة، بس بلا ما اقطع حديثك، هلا صفرت ححطه على نار. اوكي. انوص الغاز عليه. هلا انا بلشت الخيار بشان السلطة، راح اضيف اللبن، طبعا ما في معايير ستاندرد للموضوع، كل واحد وعلى حسب رغبته ممكن يحط المعايير. شوية ثوم، والنعناع اليابس، هنخلطها مع بعض وسلطة الخيار صارت جاهزة. الدجاج هيك صار عندي جاهز، استوى منيح وكله تمام. هلا هون في طريقتين، يعني في كل عالم بتسويها بطريقه، في عالم بتشيل الدجاج وبتحمره لحاله بالزيت بعدين مشان تحطه على الوجه، وفي عالم بتطبخ الدجاج مع الفريكه كمان، يعني بتكمل بيتسبك مع بعضه. انا بفضل انه خليهم يتسبكوا مع بعض. فهلا بس ضل اني بضيف البازيلا، وبحط الفريكه. طب شيف، لو البازيلا كانت فريش في داعي نسلقها برا ولا لا؟ ما يحتاج، لانه بتستوي بسرعه، تاخذ وقت بالضبط. خصوصي انا هلا ححطها بالضغط فما حيكون في مشكله يعني. هلا بس تطلع، اذا طلعت ميتها قليله بضيف المي. انا بدي اياها يطلع المي فوق الفريكه تقريبا بحدود 1 سنتي. تحريكه صغيره وعلى نفس البهارات نفسها بالضبط، ما هي بتاخذ كلها مع بعضها. صحيح، ما عاد في داعي لاي شيء ثاني. وبس تغلي المي بحطها بالضغط وبتركها تقريبا بحدود 20 دقيقة بتكون جاهزة. هيثم، بهذا الوقت نحن حنرجع على الدراسات النفسية والإحصاءات الكبيرة اللي طلعت عن عمر ال40. لقوا إنه بكل دول العالم الموضوع ما بيتعلق أبدا بجغرافيا أو مونوغرافيا لأي بلد، لا، الموضوع بيتعلق عن جد بهذا العمر. عم بيصير في تغييرات جذرية تجاه الحياة الاجتماعية والحياة العائلية بالذات. اوكي، وبالتالي سموه لا هي بلد معين ولا منطقة معينة، هو فعلا
على فعلا مستوى العالم. مرحلة عمرية عم بيصير فيها تغييرات هائلة، عم بتضل بين 3 ل 5 سنين اتجاه الحياة الاجتماعية. يعني حتى كانوا عم بالدراسات اللي أنا قريتهم إنه حتى اللي بيكونوا كتير أصدقائهم بطريقة كتير شديدة من قبل ممكن إنه يصير في برود وفتور، وبالعكس أحيانا ممكن يقلب كره لهذا الموضوع. بس بهذا العمر تقريبا فينا نحن نحكي من ال 39 عادة ما بيتعدى ال 43 بتكون هي المرحلة 4-5 سنين بالكثير. تمام. وهي فقط مجرد دراسات نفسية وإحصاءات، هي على الأغلب إحصاءات، ما لقوا أي تفسير نفسي واضح. أوكي. تمام. كل التغيير الفيزيولوجي اللي نحن حكينا عنه هو بس تغيير ب تركيبة إذا فينا نقول الخلايا الدماغية بهذا العمر بتكون استقرت وثبتت وما عاد صار في أي تضخم بالمنطقة المتقدمة من الدماغ، وبالتالي هذا هو الموضوع كله. فممكن نحن نقول عنها خرافة اجتماعية بالمبالغات اللي هلا هي بتصير. اكيد في مبالغات صحيح، بس أكيد. كظاهره بحد ذاتها موجوده. هي موجودة، ولكن أكيد بصير عليها مبالغات اجتماعية ما فينا نسميها بالمطلق حقيقة علمية، لأنه هي مجرد تغييرات فيزيولوجية كتير بسيطة عم بتصير. الدراسات والإحصاءات النفسية موجودة، يعني نحن كمان ما فينا نلغيها. تمام. هلا تقريبا غلت عندي، بحطها وبضغطها تقريبا بحدود 20 دقيقة. الفريكة عندي صارت جاهزة بعد 20 دقيقة. حيطلع هيك منظرها، ريحتها كثير حلوة. طيب أنا محمس، طبعا حمصت الصنوبر واللوز، اللبن جاهز. طبعا بزيت نباتي، ويفضل انه بخاخه، يفضل اساسا انهم ينشووا، ولكن نحن تجاوزنا هيدي النقطة الحقيقة بطبخة اليوم هيثم. نحن طابخينها بطريقة كتير صحية. الفريكة بالطريقة الكلاسيكية عادة ال 200 جرام منها ممكن يوصلوا ل 600 حريرة. نحن اليوم بطريقة مطبخ فقيه الصحي ال 200 جرام حياخدوا 200 كالوري مع قطعة التشيكن، على الرغم انه هي حتكون فخذ كمان مش صدر. يعني اذا فينا نقول حنشوفها هون مع الشيف. طبعا يفضل انه نحن نشيل الجلد طبعا لما هي اوبشنال. ايه بالضبط. اكيد. ممكن انه نحن باللبن بالخيار ناخذها مع الفريكه، او ممكن صحن سلطه في حال انه نحن حبينا نزيد الالياف. مش كتير مهم هون الالياف، لانه عندنا القمح اساسا فيه كتير الياف وكتير منيح لصحه الجهاز الهضمي. رح ازينها بالمكسرات. ان شاء الله صحة وهنا يا رب. تسلم الايادي الشيف، ريحتها عن جد كثير بتجنن. رح اقول لكم مرة ثانية فريكة على طريقة مطبخ فقيه الصحي. اقل عدد كالوريز 200 جرام، 200 كالوري، كثير صحية كثير لذيذة. بشوفكم بحلقة جديدة من مطبخ فقيه الصحي. سن اليأس عند الرجل. غالبا ما يرتبط سن اليأس بالمرأة، وهي التي تشعر مع تقدمها بالسن بتغيرات تطرأ على جسدها ومزاجها وتشعرها بالتعب. ولكن وفق البحوث الحديثة يؤثر انخفاض مستوى التستوستيرون أو الهرمون الجنسي الذكري في الرغبة الجنسية عند الرجل أيضا، وفي ملامحه الجسدية ومزاجه وعمل الأعضاء المختلفة، حيث يعتبر التستوستيرون هو المسؤول عن اكتساب الملامح الذكورية والمحافظة عليها، بالإضافة إلى العمل العضلي والتأثير على التوازن النفسي للرجل. وقد أثبت حديثا العلاقة المباشرة بين عمل الأعضاء المختلفة وهذا الهرمون كالقلب والضغط الدموي وحرق السكر وتوازن الكوليسترول وغيرها. لذا من الطبيعي أن تكون نتيجة سن اليأس عند الرجل هي انخفاض في هذا الهرمون.